ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هعمل لكم خبز التميس الافغاني، وهنعمله باسهل طريقه وابسط مكونات. دلوقتي معانا كوب لبن، 3 معالق سكر، كيس خميره فوريه، بيضتين، كوب سمنه. ودلوقتي هنعمل بقى، هنفعل الخميره. هنحط كوب اللبن، بنحط دلوقتي 3 معالق سكر. السكر بتخلي الخميره تتفاعل بسرعه. هنحط كيس الخميره بالشكل ده، هنقلبهم كويس جدا ونغطيها كده ونحطها على جنب. نسيبها تتفاعل، ودلوقتي اتفعلت معانا كده، واول ما نلاقيها عملت فقاقيع كده من على الوش نعرف ان هي اتفعلت. دلوقتي معانا كيلو دقيق متعدد الاستخدامات. هنحط كده الخميرة. الطريقة دي بتخلي العجينة معانا هشة وجميلة جدا. نعجن المقادير كويس كده بالشكل ده، نفضل نقلب كده باستمرار لغاية ما نتأكد كده ان الخميرة ان احنا قلبناها كويس. ودلوقتي هنحط السمنة، سمنة بقى زبدة المتوفر عندنا. نقلبها كويس كده، نقلب كويس كده على العجينة. نقعد بقى نعجن بقى ونطلع الطاقة السلبية اللي جوانا. حطينا دلوقتي كده البيضتين بالشكل ده، وهنبتدي بقى نحط المية كده بالتدريج عشان العجينة كمان ما تطرش مننا، ونحتاج ان احنا نحط دقيق تاني. نحط كده يعني حبة صغيرين كده بالشكل ده، ونعجنها كده كويس لمدة 10 دقايق. حطينا كده حبة دقيق صغيرين. بصوا العجينة كده طرية وجميلة ازاي. نعجنها كده لمدة 10 دقايق، وعندنا عجان هيسهل لنا كتير. ما عندناش، هنعجنها لمدة 10 دقايق. وحطينا كده حبة زيت صغيرين عشان العجينة ما تلزقش. ودلوقتي هنغطيها، نغطيها كويس. وياريت نغطيها كمان بفوطة، نغطيها بفوطة او اي حاجة. المهم ان العجينة تبقى ايه، يعني تتخمر كويس. هي بتاخد ساعة كده، بتخمر ساعة. دلوقتي اتخمرت معانا، بص عاملة ازاي، بص هشة ازاي، خمرت كويس. دلوقتي هناخدها بقى كده ونحطها على الرخام عشان نقطعها. هنقطعها كده 4. هو الكيلو بيعمل لنا 4 فطاير اصلا، بيبقوا حلوين جدا. ومقاسهم مقاس 24، مقاس الصينية. دلوقتي هنكور كده العجينة، هنكور ال4 كده، ال4 فطاير معانا بالشكل ده. نقطع دي كمان كده، نكورهم هما ال4 بالشكل ده كده. ودلوقتي هنجيب صينية نحط فيها بس حبة زيت، اي مادة دهنية. نحط فيها كده العجينة، نفردها كويس في الصينية. نفردها لغاية ما توصل كده لغاية حرف الصينية. نفرد كويس كده، وبرضو ما نرفعهاش خالص عشان ما تتحرقش مننا وتبقى ناشفة. يعني نخلي كده حجم الصينية يكون وسط. ودلوقتي هنغرز كده بصوابعنا كده في العجينة، تدي بس شكل. كفاية ريحة الخبيز كده في البيت، بتحسسك ببركة في البيت كده ودفى، بتحسسك وتفكرك بأيام زمان. دلوقتي جبنا بضاية، حطينا معلقتين لبن، هنقلبهم كويس ونحط كده من على الوش. نحط كده بالطريقة دي من على الوش، ندهنها كويس.
ودلوقتي هنحط بقى كده حبة سمسم من على الوش، نوزع كده السمسم كده على الرغيف، ونحط حبة البركة. بتدي السمسم مع حبة البركة بيخلي طعم العيش طعمه جميل جدا. بصوا شكله ومنظره وجماله ازاي من قبل ما يتحط في الفرن، هو اصلا شكله جميل ويفتح النفس. ودلوقتي كده خرجناه من الفرن بالشكل دوت. بصوا شكله جميل ازاي. دلوقتي هنقطعه 4 كده، ونقدر نقدمه بقى مع كوباية شاي كده وحتة جبنة نفطر بيهم الصبح. نقدمه مثلا نحطه مع حبة عدس كده سخنين في جو الشتا دون. هو الصراحة جميل وطعمه حلو جدا. يا رب تكون عجبتكم وصفتي، ويا ريت لو عجبتكم الطريقة تقولولي في التعليق، لاني رأيكم بيهمني جدا. والسلام عليكم.